السلام عليكم طلاب صف الرابع ماما، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. درسنا اليوم إن شاء الله هو استقبال الضيف، وهو موضوع في المحادثة والتعبير. مثل ما نشوف قدامنا يا صف الرابع ماما، النقاط مذكورة لكن بشكل غير متسلسل. علينا أن نعيد صياغة كتابة هذه النقاط بالشكل المتسلسل أو بالشكل الصحيح. راح نجي نوضح هاي النقاط ونذكرها بشكل متسلسل وبعدين نحلها على السبورة سوا. نبدأ استقبال الضيف. أولا أنا أستقبل ضيفنا ببشاشة وأصافحه وأرحب به. من بعد رقم 1 أذكر رقم 2 أحدث ضيفنا بهدوء واحترام وأقدم إليه طعاما وشرابا. بعد رقم 3 رقم 2 أذكر رقم 3 إن كان أبي غائبا أقوم بواجب الضيافة نيابة عنه. بعد رقم 3 أذكر رقم 4 وأنا أقوم بذلك أتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من بعد رقم 4 أذكر رقم 5 وأطبق قول الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. بعد رقم 5 أذكر رقم 6 ولا بد لي أيضا أن أستمع إلى حديث ضيفنا ولا أقاطعه وأناديه بأحب الأسماء إليه. بعد رقم 6 رقم 7 ومن آداب الضيافة أن أودع ضيفنا وأرافقه إلى باب المنزل شاكرا له زيارته. راح نحل سوا إن شاء الله على السبورة. السلام عليكم طلاب صف الرابع ماما، إن شاء الله يا رب تكونون بخير. راح نحل التعبير الكتابي وياكم على السبورة اللي هو استقبال الضيف. استقبال الضيف. حتى أبدأ أحل التعبير الكتابي طبعا علي أن أذكر الفقرات بشكل متسلسل مع إزالة الأرقام. يعني أشوف وين العبارة رقم 1 قبل أكتبها. وضحنا هذا الشيء من خلال قراءتنا للموضوع على الشاشة الإلكترونية. حاليا احنا حلينا على السبورة. أول شيء من أجي أريد أحل التعبير الكتابي أترك مجال كلمة أو كلمتين قبل ما أبدأ حل التعبير الكتابي. أترك مجال كلمة أو كلمتين ومن بعدها أبدأ بكتابة التعبير. طبعا ما ننسى اسم الموضوع يكون لي فوق. طبعا راح نجي نذكر أول نقطة مع إزالة الرقم. ما نكتب الرقم. التعبير الكتابي يذكر من دون أرقام. نذكر العبارة أو الفقرة الأولى ومكتوب عليها رقم 1 لكن شنو احنا علينا أن نزيل الأرقام. أول فقرة عندنا أنا أستقبل ضيفنا ببشاشة وأصافحه وأرحب به. انتهت الفقرة عندي. ايش أسوي؟ موجود عندي نقطة بالكتاب، بدل النقطة أحط فارزة. وطبعا شكو فوارز مكتوبة بالنقطة أو شكو فوارز مذكورة بالفقرة أشيلها، ما أخلي أي فارزة. أذكر النقطة كلها كاملة مع إزالة الرقم والفوارز، وبدل النقطة الأخيرة أخلي فارزة. مو نهاية الفقرة وحطوا النقطة، بدل النقطة أحط فارزة وأبدأ بالفقرة اللي بعدها اللي مكتوب عليها رقم 2. أشيل رقم 2، أزيل رقم 2 وأزيل كل الفواصل اللي موجودة بداخلها وأذكرها من بعد النقطة الأولى اللي هي أحدث ضيفنا بهدوء واحترام وأقدم إليه طعاما وشرابا. انتهت النقطة الثانية. بدل ما موجودة النقطة لنهاية الكلام أحط فارزة، بدل النقطة أحط فارزة. بعدين أنتقل لنقطة رقم 3 أزيل الرقم وأذكرها من دون رقم. إن كان أبي غائبا أقوم بواجب الضيافة نيابة عنه. خلصت الفقرة. بدل النقطة أحط فارزة،
أنتقل للي بعدها. وأنا أقوم بذلك أتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا صلى الله عليه وسلم يكون بين قوسين، أفتح قوس وأذكر الحديث اللي هو: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أسد القوس وأحط بدل النقطة اللي هي نهاية الفقرة فارزة، وأبدأ بالنقطة اللي بعدها. وأطبق قول الشاعر. في قول الشاعر ماما لازم أذكره بشكل منفصل. يعني شلون؟ يعني أخلي النقطتين وأوقف، آخذ سطر جديد، أخلي النقطتين بعد قول الشاعر وآخذ سطر جديد. البيت الشعري ينكتب بهاي الطريقة. أول شطر، طبعا كل بيت شعري بشطرين، هذا الشطر الأول وهذا الشطر الثاني، كله صحيح البيت الشعري نكتبه واحد جوا الثاني، مو اثنيناتهم بسطر واحد، لا. أول شي نبدأ: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، هذا الشطر الأول، أنزل سطر عن الشطر الأول وأكتب، وأبدأ من وسط الصفحة، يعني كأنما دا أكمل: نحن الضيوف وأنت رب المنزل. هيجي أكتبه بهاي الطريقة. البيت الشعري بهاي الطريقة، هيجي أكتبه الشطر الأول على سطر، أنزل سطر من الوسط وأكمل الشطر الثاني. واضح؟ أبدأ بالنقطة اللي بعدها: ولا بد لي أيضا أن أستمع إلى حديث ضيفنا ولا أقاطعه وأناديه بأحب الأسماء إليه. وصلت إلى نهاية الفقرة، بدل النقطة أحط فارزة وأكمل الفقرة الأخيرة، وهي: ومن آداب الضيافة أن أودع ضيفنا وأرافقه إلى باب المنزل شاكرا له زيارته. أتممت المحادثة، أحط نقطة اللي هي نهاية الكلام، أحط نقطة اللي هي نهاية الكلام، معناته أكملت التعبير. بهاي الطريقة ينكتب. أترك مجال، طبعا أكتب اسم الموضوع بالبداية، وبعدين أترك مجال كلمة أو كلمتين، وأبدأ بكتابة النقاط، طبعا حسب التسلسل نرتبهم، لكن مع إزالة الأرقام، ما نكتب الأرقام، نزيل الأرقام، وبدل نهاية كل رقم بدل النقطة اللي هي نهاية الحديث أحط فارزة، معناتها انتهت فقرة وبدأت فقرة ثانية. راح أقرأ كله بشكل واضح بشكل سريع، انتبهوا وياي. استقبال الضيف: أنا أستقبل ضيفنا ببشاشة وأصافحه وأرحب به، أحدث ضيفنا بهدوء واحترام، وأقدم إليه طعاما وشرابا. إن كان أبي غائبا أقوم بواجب الضيافة نيابة عنه. وأنا أقوم بذلك أتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأطبق قول الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. ولا بد لي أيضا أن أستمع إلى حديث ضيفنا ولا أقاطعه وأناديه بأحب الأسماء إليه. ومن آداب الضيافة أن أودع ضيفنا وأرافقه إلى باب المنزل شاكرا له زيارته. وبهذا نكون حلينا التعبير الكتابي. طبعا المراد من عنده كيف انه احنا نستقبل ضيفنا، لازم بوجه بشوش ونسلم عليه ونصافحه ونرحب به، من نتكلم معاه بأدب وباحترام، نقدم له شيء من الضيافة اللي هو طعام أو شراب. إذا كان بابا ما موجود بالبيت احنا نستقبل الضيف بدل عنه. ودائما نتذكر أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي قول الرسول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني كرم الضيافة من الصفات اللي أوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم على الشخص المسلم. أيضا ذاكرنا قول الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. يعني نتعامل مع الضيف اللي يزورنا كأنما هو صاحب البيت وإحنا اللي ضيوف وخطار
عنده، نخليه يتعامل ويانا كأنما هو واحد من البيت. وأيضا لازم نستمع إلى حديث ضيفنا، ما نقاطعه بالحديث، ودائما نناديه بالأسماء اللطيفة اللي هو يحبها. وأيضا من آداب الضيافة إنه إحنا من يريد يغادر ضيفنا البيت لازم نرافقه ونكون وياه لحد باب البيت ونشكره على زيارته. المطلوب منكم ماما حفظ حديث أو عفوا محادثة استقبال الضيف إن شاء الله.